ونعرفوا رضا ديك المعاناه اللي دوز واش تستاهل اسبانيا ولا لا. انا ما كنشجعوش شي واحد اللي يجي كما نقولوا يهلك راسو باش يوصل لهاد البلاد. كنقولوا كما كانوا ايجابيات كاين سلبيات. يعني كاين حوايج زوينين هما اللي تستاهل انك تجي عليهم، وكاين شي حوايج اللي ما مزيانينش. واخا سي رضا من هاد الصعوبات اللي لقيت، شنو اكثر حاجه يعني ما كنتش متوقع انك تواجهك هنا ولكن واجهتك؟ يعني واحد عمي وقف معايا، يعني واحد الوقفه يعني كنبقى نقول يعني وكان ما جيتش لقيتو هنايا ولا يعني غادي تجيني حوايج صعيبه. ولكن مزيان تلقى هاد الناس، علاش؟ حيت ما يمكنش تلقى واحد الناس ديما زينين. الا كنت تلقاهم ديما زينين ما غاديش تلقى داك الانسان الشين اللي غتحس به انه شين، او ذاك الانسان الزين تحس به انه زين. يعني هذه هما الحوايج اللي تتعلم منهم، هما اللي كما نقولوا هما اللي يردوا عندك ديك الشخصيه قويه. كنت كاخويا عبد الخالق حلفت لك بالله، يعني جيت هنا قلت لك لهاد البلاد هذه، ويعني قلت لك جيت يعني من المغرب لهنا ديريكت راه غادي نحقر. انا كنت حقر راسي اخويا عبد الخالق في البلاد. انا كنت شحال في البلاد، ملي كنت كاع في البلاد شحال من حاجه كانت عندي افكار كنت باغي نديرهم، كان عندي حوايج كنت باغي نديرهم. بحال مثال سمح لي هذه اللقطه، الا باقي تعقل فين كنت انا في الباك، يعني كان انا ما كان هذا الهيد ديال الفيديوهات انا على الاقل كنت بديت واحد الفيديو، ولكن بعد ما قديم. لا هو المشكل انا بديت واحد الفيديو قديم فاش جيت اسبانيا، بديت في 2020 ولا 2019 ولا 2020 داك الجوان، درت واحد الفيديو ولقيت انتقادات كبيره وقالوا لي راك دير التحريض واش نقول لك بحال ما ندير. سمعت فيديو عادي كنت مشيت ناود الدراري هما ديروا معايا بعدا، مشيت ناول المونكايو درت واحد الفلوق عادي. لقيت ما غادي تحارب، حيت غادي تحارب باش قلت لك انا ما نقدرش دابا نمحي شي حاجه واخا تكون ينتقدوني فيها الناس، والله ما نحيدها اخويا عبد الخالق، ولا نكون خاسر فيها ولا ما نحيدها. باش قلت لك انا ديك الطريق علمتني شحال من حاجه اخويا. علمتني الصبر في التالي غادي ننال، صبرت فيها في التالي الحمد لله. هكا دابا غادي نصبر في هذه صناعه المحتوى. انا نيشان دخلت لها نيشان فيديوهات نطلق اللي بغاك يبغيك واللي ما بغاكش ما يبغيكش، ما على بالي حتى شي واحد. كنقول انت راك تخدم. انا راني قلت لك شتني فوقاش كان عندي داك الهيتمي، كنت في المغرب كنت نقراو انا وياك في الباك، كنت نقول لك انا كيعجبني داك الشيء ديال الفيديوهات ديال كذا، ولكن ما كنت نبغي ندير شي فيديو في البلاد نتاعي كنت كننتقد، وغادي يقول لك هذا الهبال اللي كدير، وغادي يقول لك راك غير تخربق، وواحد يقول لك راك غير كذا. تما كنت نحقر ونمشي تما في البلاصه نكون داير شي فيديو نمشي تما في البلاصه نمحيه ونبقى نقول يا ربي تفوت غير شي 15 يوم ولا شي سيمانه، اسمح لي باش يعني داك الموضوع ديالي صافي يطفى. ولكن دابا لا، دابا والله ما نتفاك، حيت كانت عندنا واحد الشخصيه ضعيفه بزاف. هذه بغيت نقول كيأثر علينا بنادم. حنا كنا كنفكروا للناس شنو اللي يقولوا علينا. واش لا فكرت في الناس من عمرك تعيش؟ ما عمرك كتقول علاش الحياه ديالك ما وقفاش على واحد اخر. الحياه ديالي ما وقفاش على واحد اخر، كيما هو الحياه ديالي ما وقفاش عليك اخويا انت رضا، او الحياه ديالك انت ما وقفاش عليا انا. داكشي علاش انت اليوم تبدل العقليه ديالنا اليوم ملي كيخدم شي حاجه نفكر انه الحياه ديالي انا مقتنع بهذه الحاجه غادي نديرها. يعني الراي ديالك تحتفظ به لراسك، اما بالنسبه لي انا شفت واحد الحاجه شفت الطريق غادي معاها، يعني انت ما خرجاتكش شغلك احتفظ بالراي ديالك. ودي انا بغيت نقول المشكل ديال العقليه ممكن نفتقدوا هذه شحال، ولكن اليوم الحمد لله بنادم كما نقولوا انا فاز هذه العمليه. هذا مؤخرا فاش مشيت للطبيب كيوريني العقل ديالي كان هكا، كنت نظرنا هو طبيب قال لي كاين 3 ديال انواع ديال الاعاقه، ولكن الزينه فيهم يعني الا جيت تقارن بيناتهم بثلاثه الزينه فيهم هي اللي كنحكموا عليها حنا انها شينه. كاين الاعاقه الاولى كتكون اعاقه عندك ديال اليد، تشوه في الوجه شي حاجه بحال هكا مور كدير العمليه. الاعاقه الثانيه هي في الدماغ ديالك، كتولي هبيل بحال يقدر ما تصبرش للهضره، يقدر في اي بلاصه كيكون عندك عقل صغير كيرجع بحال دري صغير. فهمت غير كتقلق كيكون شي عافاك. هذه راه اعاقه. الاعاقه الثالثه هي فقد البصر وفقد حاسه اللمس او حاسه التذوق، ولكن هذوك الثلاثه كيكونوا صعاب شويه. شنو هي بالنسبه لي كون يجيو يخيروك شنو تختار؟ انا بالنسبه لي نختار اعاقه في يدي ولا في رجلي ولا شي حاجه. علاش؟ لان اصعب اعاقه هي تكون ديال عندك في العقل ولا يمشي لك الشوف ولا يعني وانا كتجيني اصعب اعاقه راه ديالي. علاش؟ حيت الا مشى لك الشوف يكون عندك العقل غتفكر شي ديال الله، كتحمد الله وتصار. العقل راه هو كلش. العقل هي اخطر حاجه، ولكن حنا الشعب او المجتمع ديالنا كيحكم على الاعاقه ديال بنادم. يقدر غنشوفك انت يا انا وياك واحد فينا عنده اعاقه ديال العقل وواحد فينا عنده اعاقه ديال اليد او شي حاجه، ولكن كيحكموا على اللي عنده يد معاق، الاخر كيشوفو مزيان صافي راه مزيان زعما. ولكن الاعاقه الشينه هي تكون عند اعاقه في بنادم في عقله. دي بالنسبه لي اخطر اعاقه يقدر يواجهها الانسان. وهذه سبحان الله العظيم واخا الانسان كيدير شي عمليه شحال من واحد كيعاني من هذه الاعاقه عنده النقص في العقل اصاحبي، عنده واحد التفكير في العقل ديالو راه ما يمكنش اصاحبي. اللهم لك الحمد. انا اكثر حاجه كنتمنى العقل شموت ما يبقاش العقل ديالي. شوف خصك تتمنى العقل
السليم في الجسم سليم. يقدر يكون العقل سليم في واحد الجسم ما سليمش، وراه الحمد لله. فهمت؟ صافي انا عارف انا كتهضر ما بغيتش نقول ديك النقطه يعني تقدر تضرك ولا شي حاجه ما بغيتش نقولها لك. كيما نقولوا علاش الحمد لله عندي عقليه كيدير شي نتقبلوا بواحد النظره ايجابيه كبيره بزاف اصاحبي. ما عندي حتى شحال واحد كيقول لك ما تقولش كلمه معاق حيت كتضر بنادم. انا كمعاق ما كتضرنيش كلمه معاق. واخوتي انا اللي ما عارفش ان يقدر شي واحد ما عارفش اخوتي ولا يعني حنا باش نقول لكم هكا باش تتعاطفوا مع عبد الخالق ولا شي حاجه ولا يعني عبد الخالق انا كنعرف عبد الخالق كنعرفه من 2018 قرا معايا في الباك. عبد الخالق واحد الانسان اللي كانت عنده واحد العقليه في شكل مور ما صرا ذاك المشكل ومسكين مرض ودار ديك العمليه. نسبه كيفاش تنجح ديك العمليه شحال كانت اخويا عبد الخالق؟ 90% يعني باش تنجح. شوف يعني شي حاجه نادره يعني بحال كيما انا نقولوا انا الطريق ديال تركيا غيرت العقليه ديالي هو كذلك ذاك المرض اللي مرض غير الحياه ديالو غيرها. انا غادي نسولك دابا انا اخويا عبد الخالق واش انت هو عبد الخالق نتاع 2018؟ لا ماشي انت عبد الخالق ديال 2018 اسم باقي ولكن يعني التغير بزاف يعني التغير ديال شوف نفس النسبه اللي كانت النجاح العملي نقول التغير في العقل ديالي 90%. ومن اكثر الحوايج اللي كنت نفتقد عليه شحال ولا بكل يعني ما غاديش نحشم فيها. يعني انا ما نكذبش عليك انا الا يعني طحت في الموقف ديالك وقالوا لي عمليه 90% باش غادي تنجح لك ولا يعني صراحه ما قالوا نعتبر راسي ميت. الصراحه ما قالوا انا بدا نعتبر راسي ميت ولا رجعت لهاد الحياه نشوفها بواحد المنظور واحد اخر. هذه علاش ما كنبغيش ندخل فيها حيت غيجي واحد الوقت لا ندير لها شي فيديو الوقت لا نقتنع فيه وغندير بواحد الطريقه مختلفه. وها هما يعني بغيتوا تعرفوا القصه ديال عبد الخالق مع المرض ديالو ماشي تعاطفا معاه ولا باش يبقى فيكم ولا حيت داك الشيء ديال الله هو راه مقتنع به. بغيتوا تعرفوا يعني القصه اللي داز منها من حتى للزيد قولوا لنا في كومونتيرات ان شاء الله غادي انا نستقبلوا ماشي هو يستقبلني انا غادي نستقبلوا شي مره ندير القصه ونديروها ان شاء الله. باش ما نطولوش في الهضره يعني بالنسبه لك انا نرجع للموضوع حيت عندنا مواضيع بزاف اللي نهضروا عليهم. بالنسبه للموضوع اللي قلت لك انا يعني واش اسبانيا تستحق داكشي اللي دوزت عليها؟ اسبانيا كبلاد وكشعب وكانك يعني انسان تعيش فيها وتشم الهواء ديالها وتشوف داكشي اللي فيها ولا كما نقولوا كما قلت لك الا مرضت ولا الا احتاجيت شي ورقه ولا الا احتاجيت شي مساعده ولا احتاجيت شي حاجه اسبانيا واحد الدوله اللي تستحق وكاع الدول الاوروبيين يستحقوا انك الا ضربت عليهم تماره وجيت لهم. بصح انا ما كنشجعش الناس باش انها دير واحد الطريق اللي صعيبه واحد الطريق اللي تهلك راسها في هذه البلاد. يعني الا لقيت شي حاجه باينه لك ساهله ما تعطيش الفرصه مرواح مرحبا بك في هذه الارض السعيده مرحبا بك فيها. بصح انك باش تهلك الصحه ديالك وتعطيه في واحد الاخر ديالك على هذه البلاد راه ماشي تستاهل كاع ماشي جنه ولكن فيها كما نقولوا القلب يتهنى. كما نقولوا هي الحاجه اللي انا جربتها فيها بصح انا ندير الورق الحمد لله. انا الحمد لله خوتي با العائله ديالي انت كانسان عندك الورق كي جايك اسبانيا اخويا كتخليك تحس بواحد الشعور ديال انك انسان. ولكن انا مفترق ما يمكنش انا لقيت العائله ديالي من راسها لرجليها لا من ناحيه المرض لا من ناحيه الورق لا من ناحيه با ما خوتي كلشي كان هنايا الحمد لله. ولاد خوتي يوسف ميمو الدراري كاملين وقفوا معايا في المرض. بصراحه تما انا حسيت ان عندي اكبر عائله. انا عندي اكبر عائله مع احترامي لاي عائله كنحس براسي انا عندي اكبر عائله وحسيت بها فاش كنت مريض. خوتي عاشر بوفلجه بوجمعه كذلك انا وقفوا معايا واحد الوقفه وقفوا معايا واحد الوقفه مريض يعني صراحه اني كنفتخر براسك انا عندك خوت صاحبي واحد خويا عاشر كان كل صباح كيمشي لفيتوريا كيمشي للكروني كنت مريض كيجيب اللوطو ويجيب الماكله ويجيب حاجات حدايا فهمت قال لي تفارق معاك احترامي لك اخويا. العائله ديالك كتلقى في هذه المواقف. انا ملي كنت مثلا شاد ديك الطريق اخويا عبد الخالق تما عرفت القيمه ديال العائله وعرفت الجوهر ديال ما وبا وخوتي. واحد الحاجه كنبغي واحد النقطه انا عمري قلتها وصحاب تا هما صراحه حتى الصحاب كانوا صالحين ما يفوتوش. لا الصحاب صراحه من هذه القضيه ما يفوتوش. حاليا انا من ناحيه الصحاب هنا في هذه البلاد من جيت مازال الحمد لله ما تلاقيتش مع شي واحد اللي ماشي مزيان ولا كاع صحابي اللي يعني تشوفني معاهم دابا حاليا عرف بالله راني انا تا خيرتهم وعرف بالله انا حتى يعني تيستيتهم عاد درتهم صحاب. وحاجه اخرى قلت لك من الحوايج اللي سبحان الله العالي هذه ما عرفتش الانسان يحس بها ولا لا. انا من قبل فاش جيت كنت هنا وما كانتش هنا جبت شي عامين واقع كنت انا بوحدي هنا وما كانتش هنا بصح كانت معايا باك انايا. ولكن شوف انا ماشي كنقول ولكن ما كنتش نحس بداك الشعور ديال غياب الام. انا في واتساب ومرات ماشي نقول صراحه ما كتفكرش الام كتفكرنا باوديو. انا كنلقى راسك انت مرات كتجي مده كتنساها صح ماشي كتنساها الفكره يمكن ما كتهضرش ولكن اقسم لك بالله النهار اللي ما بغيت تشوف حتى واحد من غير ما وبا
سبحان الله. واحد الشعور وانا هذا عقل الميمون كنحاول نوصل له. خوك. خصك تقول ولد خويا خصك تقول لما وبا يجيو عندي شفت المريض ما وبا الشعور اللي حسيت بهم بقيت نتمنى انهم ما يبعدونيش بقاو حدايا اللي عنده والديه مازال حيين حافظ عليهم حيت النهار اللي غادي يمشيو تما غتحس بالوجود ديالهم ما غتفقد داك الوجود اللي كان معاك ولكن انت ما كنتش عاطيه اهتمام كبير. لهذا اللي عنده والديه الله يخليهم له احتفظ بهم ويحاول يدير ما امكن باش يرضيهم حيت راه دير اللي دير ما عمرك غترجع لهم داكشي اللي عطاو ولو شويه ولكن حاول ديما زيد وديما عطي وما عمرك غتوصل داكشي اللي عطاوك هما. والرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين. ولا ضيعوك الصالحين يجبروك الوالدين ولكن لا ضيعوك الوالدين ما يجبروكش الصالحين. دعوة الوالدين راه شي حاجه اللي راك رابح. حيت الا كنت مرضي سير حبيبي غير سير غير وطا غير تكي غير سير دير اي حاجه في راسك سير راك واصل طبعت لك. واخا رضا باش ما نطولوش في الفيديو حيت ما كاين فيديوز اخرين كنتمناو ان شاء الله مازال يكون احسن من هذا الشيء اللي شفت هنا. المهم انا وصلنا لهذا الفيديو نتمنى يكون النتيجه ديالكم كنشوفكم اخر رضا ان شاء الله مازال جاي شي فيديوهات اللي عجبكم هذا الحوار هكا يعني بحال الحوار نقولوا على مواضيع وهذا الشيء اللي كاين. تشاو.